لو هتكلم على اكتر حاجة بجد هي مضايقة جمهور الزمالك في موضوع زيزو هتبقى باختصار شديد هي فكرة التحوير وعدم الصدق، وان انت ما كنتش صريح وما كنتش صادق مع الجمهور اللي رفعك في السماء واللي هتف باسمك في كل مكان وفي كل استاد وفي كل منصة تواصل اجتماعي لحد اخر لحظة. لحد اخر لحظة الجمهور كان عنده استعداد انه يصدق كل حاجة انت بتقولها، كان عنده استعداد انه يقلب الدنيا على مجلس الاداره عشان خاطرك، لكن انت اخترت ان انت ما تبقاش صادق. وانا بحاول انقي كلامي عشان ما اقولش كلام اتحاسب عليه. انت حورت على الجمهور، ما كنتش صادق كفايه مع جمهور الزمالك اللي لاخر لحظه كان شريك. لو خدنا ترتيب الاحداث حسب ما انا فاكر، يعني لو رجعنا لحلقه اسعاد يونس معاه سألته بشكل واضح عن انتقاله الاهلي، وكان رد قاطع ان لا انا في الزمالك وانا بحب الزمالك والكلام ده كله. وبعدين تمر الايام واللي يحصل، وبعدين البيان اللي نزله اللي نفى فيه بشكل قاطع ان هو مضى لاي نادي، والجمهور برضو يمكن سذاجة من جمهور الزمالك، يمكن حب معرفش، بس برضو الجمهور صدقه. فانت لحد اخر لحظة انت كان عندك الفرصة ان انت تبقى حقيقي مع الناس، كان عندك الفرصة ان انت تواجه الناس بالحقيقة وتقول لهم اللي بيحصل بجد. بس انت اخترت ان انا هضحك على الناس دي، انا هغفل الناس دي عشان بس اشتري شوية وقت ان انا اقدر العب بيهم على الجمهور. دي اكتر حاجة يمكن وجعة جمهور الزمالك، ويمكن اكتر حاجة مضايقة الناس. مش ان هو مشي، متهيألي الناس كلها دلوقتي فرحانة ان هو مشي، بس دي اكتر حاجة ضايقت الناس. عمر ما حد هينكر حقك، يعني عمر ما حد هيقول ان انت لو ليك فلوس ما تاخدهاش، وعمر ما حد هيقول ان انت لو ليك حق عند النادي ما تاخدوش. لكن كان في طرق كتيرة جدا تقدر تخرج بيها من القصة دي بشكل اشيك من كده، بس انت اخترت اسوأ طريقة ان انت تعملها. انا في الاخر جمهور، انا ماليش دعوه بمجلس الاداره، ماليش دعوه بينك وبينهم والكلام ده كله. انا في الاخر ليه علاقه بالانسان اللي قدامي بيعاملني ازاي. بس انت قررت ان انت تهين الناس اللي هتفت باسمك طول الوقت وفي كل مكان وفي كل حته. ومش هقول لك بقى انت سايب الجمهور ده ولا رايح للجمهور ده، الناس كلها على دماغنا، بس انت سايب الجمهور اللي كان بيدافع عنك في كل مكان، ورايح للجمهور اللي كان بيهين فيك في كل مكان وبيهين فيك في كل لحظه. جمهور الزمالك هو اللي وقف في ظهرك، هو اللي كان بيحميك، هو اللي كان بيرد عنك. جمهور الزمالك هو اللي كان عايز يحطك في حته تانية غير كل الناس. انت كده كده هتروح الاهلي وهتهتف باسمك وهينجموك وكل الكلام ده، ما عنديش مشكله. انا مش مع الناس اللي بتقول لك انت هتروح وهتتنسي، لا انا مش كده. وهتاخد فلوس كتيره، ما فلوس مغريه لاي حد، ما حدش عنده مشكله مع الفكره دي يعني. بس يمكن الناس كانت عايزاك تبقى صادق معاهم وحقيقي معاهم لاخر لحظه، يمكن الناس كانت عايزاك تيجي سكه معاهم من اول لحظه. يمكن لو ما كنتش ضحكت على الناس وغفلتهم ما كانش حد زعل منك. كان الناس زعلت بس مش زي دلوقتي. كنت تعالى خليك راجل راجل. انا راجل خدت قرار اتحمل تبعات القرار ده. والله يا جماعه انا حصل واحد اتنين تلاته، وانا المجلس طلبت من واحد اتنين تلاته ما عملوش، وانا رحت مضيت للاهلي وقفلت الموضوع. ما كانش الناس اتعشمت، ما كانش الناس اتضايقت، بالعكس كان يمكن الناس شالتها لمجلس الاداره وخففت حتى الضغط من عليك انت. انما انت اخترت اسوأ طريقه تنهي بيها علاقتك مع الزمالك ومع جمهور الزمالك. ولو سالت اي حد هيقولك انا سعيد ان الشخص ده مش هيبقى هو اسطوره النادي بتاعي ومش هيمثل النادي بتاعي.